أيها الناس، قد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيه ذكرى لمن كان له قلب يعقل به. رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعام أهل الدنيا من أهل النار، أنعام أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة واحدة، يغمس في النار غمسة واحدة، يغمس ويمزع، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول هو: لا والله يا رب. يحلف وعند نفسه أنه يحلف صادقا، تنسيه تلك الغمسة الواحدة ذلك النعيم الذي كان فيه، وهو أنعام أهل الدنيا. فما ظنكم بمن يغمس فيها فلا يخرج منها أبدا، نسأل الله العافية. لكن الجنة التي سمعتم بعد خبرها أيها الناس تطلب بالعمل، لا تطلب بالأماني. ما عند الله لا ينال بالأماني، ما عند الله يرغب فيه العاملون. ربنا سبحانه يقول: وبشر الذين آمنوا وعاملوا الصالحات أن لهم جنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا بد من عمل. سلعة الله غالية أيها الناس، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. وهذا موسم من مواسم العمل. هذا شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، فمن استطاع منكم أن يفعل فليفعل، ومن استطاع منكم أن يصوم بعضه فليصوم، ومن استطاع منكم أن يصوم الاثنين والخميس منه فليفعل، ولا يبخس حظ نفسه. وبعده يجيء رمضان، موسم عظيم جدا للراغب في الجنة، لطالبها. عسى أن نكون من جملة من ينادون بذلك النداء الحبيب. هذه واو الجماعة هذه، ونودوا أن تلكم الجنة، نودوا واو الجماعة هذه، عسى أن ندخل فيها. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، أي ينادي أهل الجنة، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها الناس، هل هذا صنع عاقل بنفسه يسمع ما ذكرت لكم؟ وما ذكرت لكم قليل من كثير مما جاء في شريعتنا في وصف هذا النعيم الذي لا يحول ولا يزول. فيلهه نعيم زائل عن نعيم لا يزول، يلهه نعيم نافد ينفد عن نعيم لا ينفد، مع أن هذا النعيم الذي يمتعه لا يغني عنه إذا وقع في عذاب الله، إذا لم يقدم لنفسه شيئا. يقول ربنا سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الذي يغنيه عنهم؟ الذي كانوا يمتعونها، الذي كانوا فيه من المتاع والنعيم، ما الذي يغنيه عنهم الآن؟ ما الذي ينفعهم الآن؟ يذكرون أن عمر بن عبد العزيز
رحمه الله كان يمسك لحيته ويقرأ هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم يبكي ويقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. تسر بما يبلى وتفرح بالمنى، كما سر بالأحلام في النوم نائم. وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ويبكي رحمة الله عليه.